هو في العادي بيرحب بيا يا جماعه، بس هو مشغول دلوقتي فتمام عادي. اهلا اهلا. لا اهلا ايه بقى؟ الحمد لله. امورك طيبه؟ حاجه في الميكانيكا انت اصلا زعلان من بندق جدا. ليه؟ لا مش صعب. بص انا مكبرك في الحوار ده وانت عارف، قلت له يا باشا ما تسيب اللي في ايدك وتعالى، وطالما بتكلمني كده لا معلش، ما العربيه دي شغله برضه، وانت خدت فلوسه وعليه زياده بوسه، وانت عارف ده كويس، واتفقنا قدام الباشمهندس رامي ان انا لو اتزنقت في حاجه انت هتجيب كل حاجه. مساء الفل، ازي حضرتك؟ خليك والله بتاعي. سموني انتوا لله عشان يعني سوقها انت كده وشوف وهشغل لك سمير سعيد لو ده هيفرق. اول افيه يجيب مع الباشمهندس. انزل هات لي الواد اسمه ده بطنه من تحت. هي بقى المشكله بقى اللي بقت تزعل مني الناس، مني انا شخصيا، ان انا بتصدر. يعني انا في يعني شغلي الحمد لله، فانا عارف كفاءه شغلي وتسليم شغلي، ولو في خطا من شغلي ان انا بقدر ان انا اتحمل الخطا ده لو هو عطلان في ايام يكون برا. لكن ان انا اتصدر مع حد تاني لا، اتصدر مع سروجي لا، اتصدر مع بوياجي لا، لان كله في الاخر بيسكرك انت. طب انا عندي سؤال معلش يا باشمهندس، انت ايه اللي خلاك تتصدر لي في الحوار ده بتاع العربيه؟ معلش بس حوار العربيه اللي انت اشتكيت منه مره واثنين وثلاثه. اتفضل. ازيك؟ لا شغل مصور. اهلا. طبعا في ناس في الكومنتس دلوقتي هتقعد تقول لك الكلب لاباسه وانت دلوقتي مالكش مش عارف ايه. حاضر اسكت هم يهدينا اهو، بيقول لك خلاص عم معانا خلاص عم معانا. بص كده لو في اي مشكله هتبان العربيه في تحميلها 3 ركوب واقفه مكربشه مره واحده، كل ده عربيه سلسه معاك. زي ما بنقول ايه، عجل الغلابه. لا بس انا شايفه مشواتي جدا مش غلابه. انا عن نفسي برتاحه جدا، بس هي كحته تقنيه وتصنيع حديد هي جميله جدا، يعني بتأمن اللي جواها. سواء انا ملاحظ من المره اللي فاتت بعد ما قلنا على السنسورايد سينونايد هو ايه السينونايد ده بقى؟ تسلم ايدك يا باشمهندس، الحمد لله على السلامه. لا سيبوني في تكييفي ارجوك، سيبوني في تكييفي. لا عشان مش بشبع من قعدتك ابدا. ربنا يخليك لي يا باشمهندس، وعليكم الف خير. السلام عليكم، حياك الله. انطونيوسي ايوه كومون سافا؟ سافا بيان يا ولا رجل اداب انجليزي الاول. كابتن انطون، انت ايه رايك في اللي حصل النهارده؟ لا الدنيا كانت لطيفه والسحب طلع ما فيهوش مشكله، والكوندنسر سليم والابلاتين سليم والدنيا سليمه الحمد لله، عدت على خير، والرابع والثاني والثالث اتظبطت. ليه؟ عايز اعرف بس انت ليه يا انطون متعصب جدا لفريق اسباني؟ اظن ان نص اللعيبه اللي فيه مش اسبان اصلا. هو في منهم فرنسي وبرازيلي، ده المعظم. يعني بشجعه من وانا صغير بسبب رونالدو بقى، وبحب كريستيانو. يعني كريستيانو رونالدو، انا بحترم كريستيانو رونالدو جدا، لان هو ما عندوش الموهبه الطاغيه بتاعه ميسي، الا ان رونالدو عنده اصرار وعزيمه وشغل على النفس. لا بصراحه عظيم جدا، يعني انا بحترمه جدا، وليه مواقف انا بعتبرها انسانيا افضل بكتير جدا من ميسي. لان انا ما اعرفش موقف ميسي، ممكن يبقى ميسي عامل مواقف عظيمه انا ما اعرفهاش، بس انا مثلا فاكر رونالدو تفاصيل كتير بالذات مع الاطفال. الولد كان بيتهته فالناس ضحكت، فهو يعني ايه لام الناس، لو انتوا بتضحكوا عليه يا جماعه، الولد بيحاول كويس، في حاجه تستحق الاحترام، حاجه كده يعني. حصل. عايز يا مصطفى بنزينه؟ ماشي. يا دي النيله، انا نسيت اقفل الشنطه يا عفيفه. هنسمع ايه بقى؟ اكتبوا لي يا جماعه في التعليقات النضاره عامله ايه، بجد النضاره حلوه موت، ودتني في حته ثانيه خالص، مع الكيرلي كمان السرعه 60. هنروح دلوقتي بقى نعمل ايه؟ نركب الكوندنسر الكهرباء، التكييف شغال ولا كده. الامارات دي جاهزه تسافر بقى، رايح جاي مش رايح بس يعني. وهننضف الرادياتير. يعني انا متوقع توقعي ان احنا هنطلع منه طامي النيل المنيل. وانا برضو لسه ما عنديش الشطاره بتاعت ان انا اعرف استلم، وعارف ان انا في جزء كبير من وقتي وطاقتي واعصابي وفلوسي رايحه، بس انا بقضيها وانا عارف ان انا بتعلم دلوقتي. ده مهم وفارق جدا بالنسبه لي. ابان دهول في الاول ومال عناي يا سلام. مال طلع قمر بص الضحكه العسل. احلى ركنه في الوجود يا طن.
ايه الاخبار؟ طبعا انت عندك تسحب من علبه الدركسون على الكروسلين وهتمشي عد وهتطلع من عند الامطار فوق بتكسحه عاليه كده وهتنزل على الجوازات الثانيه. انا عاجبني ان انت مفترض ان انا فاهم. السلام عليكم. كنا امبارح باشمهندس رامي قال لنا ان احنا هنقابل باشمهندس يحيى النهارده علشان ننظف الرادياتير. احنا باشمهندس يحيى وصلتني زي الفل. كيف الحال؟ انا شرحت لحضرتك اللي بنعمله في البلوج ده وفي البرنامج ده ان احنا بندور دايما على مهندسين الشاطرين اللي بيعلمونا وبيصفونا ازاي. واحنا بنشرب وجود حضرتك معانا بنقول حضرتك جاي مسقره في الكارير بتاعنا في الحكايه باشمهندس رامي. دي مش اي حد يعملها يا جماعه. دونت تراي ذس ات هوم لان بتبقى حراره عاليه جدا، في بخار، في ضغط، لازم تتعمل بسنس بسيط. تبدا تستشي ثغره بتوسع واحده واحده عشان البخار والضغط بتاعه ده يطلع لشيء. ولا خلص كيس لان دي ده نصور وبعدين ايوه لوست سعيد هو ان شاء الله انا هتكفل بموضوع البيبان اللي طلعنا وراجل لطيف جدا جدا ببشوش وذوقه حلو جدا في العطور. عشان تعمل مبدا الله خالص كتر اللي هذا خمس وبعدين فتره ده 12 دقائق ليه طيب وايد كان يشتغل لا بصراحه كده قوي في البريشر يعني السبب عن الكوارت بتاعت المسؤولين. عايزك تخمن كده نسبة الانسداد اللي تبقى كام في المية؟ أنا بخمن من 45 ل 55%. 70%. 70 السدادان ده عباره عن بيجي من ايه بقى؟ ده بيجي من الميه. الميه بتاعت الحنفيه. الميه العاديه بتاعتنا يعني بنشرب. والله ان دي مثلا فيها ماتيريال ده بنقدر نصلحها. والجوانت كده البروسيس بتاع ايه بس بيجي 70 ده انا قلت بالظبط. مين كسب معانا؟ مين كسب معانا في التخمين؟ 70%. 70 70%. لو بني ادم ينزل نتحول لكرة تنس. الانسجه تخش فيها مطمئنات سب فتبقى جدا انا بفهم بقى خدت عليه. انت كان اسمه قالك ازاي بيحط ايده في ميه النار وما بيحصلوش حاجه. انا اتهانت جامد، انا بطريقه يعني مقذره بصراحه. كل ما نزل حاجه دوقت الصواب وصل للساد عوض انا قايل اصل عادي طبعا انا هصور معاه غير ما اعرفه. هو ده جبني جوه ده الاشعاع الكهربائي دوت لما يتخلق نعمل عليه ماشي فين لا جيبها من عند عادي. اهم حاجه بس ان انت توريه للعالم كله. مش مهم لا كده انت الكبوت سيبك من انت الكبوت. وده هيبقى راكب كده ولا بيعمل شدل؟ بقى من فوق شد دي كده شد. ايوه يا اسطى ايوه اللي السليمان اسود خلي اليد ماشي. نور يا عم كريم. عايزين نحل لحد ما نجيب الكاوتش. لو رزعت الباب تاني انا هعورك. الفرق اللي موجود في الباب اتقال لي ان هو ده يروح للسمكات، ولكن لوسط سعيد بص لي كده وقال استنى وهو عارف انها تتعمل من عنده. فده اللي بيقول بقى وده اللي بنحاول نقوله في البلوج دايما ان لسه في ناس عندها كلمه حلوه وامانه. ان هو ما سابنيش امشي كده وخلاص. قال لي ده كان ممكن يريح دماغه ويقول لي روح عند السمكري يعملها لي ويكلفني وقصه ووقت. لا ما العربيه تحت ايده اهي. هو مش عايز العربيه تطلع من عنده غير وهي مظبوطه. حتى لو قلت له تسلم ايدك بدري شويه والله العظيم بجد انا مبسوط ان انا بشتغل معاك والله العظيم. في ناس بتتعامل مع تربيتك بشكل فيه استغلال حتى الان قليلين جدا بصراحه. اللي لما بتكلم معاهم في ان في طريقه شيك وفي طريقه محترمه وكده بيلسعوني جدا في الفلوس. في ناس كتير بتعمل ده وببقى عارف. ويمكن انا قلت ده في الحلقه اللي فاتت او في اول حلقات مش فاكر. لسه في ناس بنت حلال شاطرين ومحترمين مش بيغلوا عليك مش بيستغلوك خالص. ما لهمش علاقه انت دخلك كام، ما لهمش علاقه انت لابق ولا ليهم علاقه بان الشغلانه دي حلالها قد ايه. دول اللي احنا بندور عليهم بقى. حتى الان معانا باشمهندس رامي ومعانا بوسطة سعيد ومعانا بوسطة يحيى وربنا بيوفقنا في ناس بنت حلال وناس بنت صراحه. بتنور منين يا ابني؟ افيه جميل.
هندسه. ظبطنا الرادياتير الحمد لله، وفلسنا، عملنا حاجات كتير، عملنا البيبان بشكل ما لحد ما نجيب الكاوتش، وعملنا الكوندنسر بقى الكهرباء ده. ربنا كريم، توكلنا على الله. احلى مسا عليك يا اسطرامي، احلى مسا عليك يا اسطرامي. هيا بينا نلعب ونمرح. ما انت اخترت الكلام ده عشان ما ينفعش يتقال في التسجيل. ايه العمل؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ هنزق العربيه ولا لا؟ في حاجه غلط حصلت. هي ايه بقى؟ نزلت لقيت دي مفكوكه ومقطوعه من هنا. لا النب ساقع، تعمل فريش كده للجسم. الناس ضحكت عليا وكان منظر مش حلو وانا بصور فلوجكم، ده كلام.